السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض كده حلاوة مولد النبي. طبعا كلها أسبوع ومولد النبي يهل، كل سنة وانتم طيبين. فالنهاردة هنعمل مع بعض بقى إيه؟ حلاوة اللي هي السمسمية. انا طبعا عملت قبل كده معاكم على القناه، وموجود على القناه كل حلويات مولد النبي. موجوده السمسميه والحمصيه والفوليه، وموجود الملبن الملون، وموجود حلاوه الاقراص. ده كله موجود عندي على القناه. بس انا النهارده بقى حبيت افكركم كده بمولد النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واول حاجه كده معايا كوبايتين من السمسم، هحط عليهم نص كوبايه من السكر، وهحط عليهم 4 معالق من الميه، وهحط عليهم عصرة من الليمون، وكيس فانيليا، او معلقة من مية المورد، مية الورد، او فانيليا سايل. طبعا انا جبت بقى كوبايتين السمسم، حطيتهم في طاسه وحطيتهم على النار وحمصتهم زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. لازم كده نحمصهم ونطلع منهم الرطوبه. وبعد كده في نفس الطاسه اللي احنا حمصنا فيها السمسم هننزل بنص كوبايه السكر، وهننزل بحوالي 5 معالق. يا جماعه انا ما خدتش الميه كلها، انا حتى وريتها لكم هي كان ربع كوبايه، ما خدتش غير 4 معالق بالظبط. وهنزل بعصره الليمونه، واللي في المعلقه ديت معلقه كربوناتو، لان كربوناتو بيساعد على ان الحلاوه بتاعتنا لما نيجي الحلاوه يعني لما نعملها تقطم معانا وتبقى سهله كده في الاكل، وما تبقاش مجلده كده وتبقى وتوجع سناننا يعني. فطبعا حطيت بقى السكر على النار، وبسيبه لما يكرمل خالص. وعشان نعرف نتيجة السكر بتاعنا النتيجة بتاعته صح وممتازة، ان احنا نجيب كوباية فيها مية، واللي انا حطيته ده ليمون يا جماعة. وبعد كده بنجيب كوباية فيها مية، وبناخد شوية من السكر ده على طرف المعلقة كده، وبننزلها في الكوباية اللي فيها المية. لو لقينا السكر اتجمع وبقى زي الكرة كده وبيقطم زي الازاز، يبقى كده السكر بتاعنا مظبوط، والحلويات بتاعتنا تبقى زي الفل وناجحه. طبعا قبل برضو ما نحط الحلويات بتاعتنا في السكر، نعمل اللي هي السمسم يعني. قبل ما نحطه في السكر نكون مجهزين صينيه وعليها كيس من البلاستيك كده زي ما انتم شايفين، وادهنه كده بالفرشه الزيت، واجهزه علشان لما اول ما احط على طول السمسم في السكر لازما اصب على طول، واكون على طول سريعه كده واجهزه. لو انت اول مره بقى بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتي، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا كومنتاتكم الحلوه. ودلوقتي بقى انا طبعا السكر اتكرمل معايا اهوت، واختبرته زي ما قلت لكم كده في الميه، ولقيته بيوتهم زي الازاز. نزلت بقى بالمعلقه الكربونات، حتى هي بدات تفور اهيت. انا طبعا كنت في الوقت ده مهديه النار، وهنزل بالسمسم بتاعي وهقلب على طول. وطبعا زي ما انا قلت لكم انا مجهزه الصينيه عليها الكيس البلاستيك، وتساوي على طول بقى بنشابه باي حاجه. المهم ده على طول تسويه قبل ما يبرد، وتقطعيه قبل ما يبرد، علشان لو برد منك وما عرفتيش تقطعيه مش هيتقطع معاكي خالص. انا بقى ظبطته كده، وبعد كده ظبطت الصينيه من قدام وورا، واللي موجودين لوحدهم دول اللي كانوا في الاطراف. سويت الحلاوه بتاعتي كده وظبطتها عشان تطلع شكلها حلو. ودلوقتي مقدار بس ما تقعد بس 5 دقايق وتبرد، هتبص تلاقيها معاكم مسكت كلها وجمدت وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. حاجه كده جميله وتحفه وحلوه جدا. ومعلقه البيكنج باودر معلقه الكربوناتو بتقطم الحلويات معاك وتخليها سهله جدا على طول. ممكن بكيس من السكر من بتاع التموين تقدري تعملي كل الحلويات بحالها. وانا قلت لكم كده اي حاجه عايزين تعرفوها هتلاقيها موجوده عندي على القناه. كان الحلاوه اللي هي العلف، وحلاوه الاقراص البيضه، والملبن، وعملت كمان القشطه. كل حلويات مولد النبي موجوده عندكم على القناه لو حابين يعني تشوفوها وتشوفوا طريقتها. انا حبيت بس اعمل لكم كده حاجه بسيطه افكركم بمولد النبي. فشايفين بقى الحلاوه والجمال يعني بجد شايفين بتقطم على طول ازاي، وقعدت ما فيش يعني 10 دقايق كده مقدار ما بردت كانت بالجمال والحلاوه دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم بقى في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.